كابتن عصام عبد الفتاح، السلام عليكم يا كابتن. وعليكم السلام يا استاذ محمد، وسلام لكل الساده المشاهدين. كابتن عصام، يعني حضرتك طبعا تابعت لقاء الزمالك مع المقاولون العرب وشاهدت الهدف الثاني لنادي الزمالك. انا عايزك تشرحه لي ناحيه تحكيميه بحته وتفهمني الكوره وتفهمني القانون بيقول ايه وتفهم كل المشاهدين معايا عشان نفهم قانون بيقول ايه في مثل هذه الالعاب لانها دائما ما تتكرر. كابتن عصام، الحقيقه كان اللعبه كانت بدايتها ركله حره مباشره لنادي الزمالك. هي قدامنا، هي شغاله دلوقتي قدامنا على الشاشه يا كابتن. اتعملت اوفر داخل منطقه الجزاء، وكان في 2 لاعيبه من نادي الزمالك الحقيقه في موقف تسلل. لعيب كان واضح قوي، أيوة. ولاعب اخر اللي هو عوديه اللي هو فعلا قفز اعلى من الحارس ولعب الكره براسه داخل المرمى. احنا لو وقفنا الصوره لحظه لعب الكره، لان طبعا الالعاب الثابته يا كابتن محمد هي انا في وجهه نظري ان هي من الالعاب السهله بالنسبه للمساعد، لان الالعاب المتحركه بتبقى اصعب. يعني لو دي يا كابتن عصام، عفوا للمقاطعه، من الالعاب السهله للمساعد. لان هي من الثبات، يعني اللعبه جايه، يعني هو متمركز تماما قبل اللعبه واخد مش من الحركه، فمحتاجه سرعه منه. من الحركه ممكن يحصل كانت هجمه مرتده مثلا لنادي، ثم ترتد مره ثانيه ويحصل حركه من اللي اخر ثاني مدافع، فالمساعد بيتحرك فممكن تبقى فيها درجه صعوبه نوعا ما لما يكون التسلل بجزء بسيط من الجسم. لكن انا دايما بقول ان الحالات اللي هي من الثبات زي الركلات الحره الثابته يعني بتبقى المساعد متمركز، يعني ثابت وهادي كمان، مش جاي من الحركه او بيجري او فاتح سبرنت، فبيكون يعني ما فيش حركه، وايضا درجه التركيز بتكون اكتر. فالكره الحقيقه اتعملت فعلا، كان عوديه الحقيقه يعني متقدم الحقيقه بجزء كبير من جسمه، ومش انا اللي قلت كده، ده جميع القنوات الحقيقه حللت هذه الحاله، ويمكن نفس اللي انا قلته الحقيقه زمايلي المحللين قالوا بشكل يعني. طب كابتن عصام، عايز اسال حضرتك سؤال هنا، هل القانون او تعديل القانون هو ان لو المهاجم دماغه هي بس اللي سابقه، راسه بس هي اللي سابقه، تبقى اوف سايد؟ تمام، لان تعديل القانون قال ان اي جزء من الجسم ما عدا اليد، يعني مش القدمين، ماليش دعوه بالقدمين، اي جزء. حتى القدمين حتى القدمين يا كابتن محمد. لا، انا قصدي لو القدمين على خط واحد مع المدافعين لكن الراس هي اللي متقدمه يبقى تسلل. تمام. طالما اي جزء من الجسم ما عدا اليد، لان اليد طبعا ما تستخدمش في لعبه كره القدم. تمام. يبقى تسلل. انا اللي عاوز اقوله يعني اتفضل. انا مش عاوز يعني اكون يعني قاسي على المساعد، ولكن اللي انا اقوله ان لو شفنا المساعد دي تاني مباراه دي في الدوري الممتاز. تاني يعني مباراه؟ يعني عاوز اقول ان خبرته قليله. طب ما انا برضه يا كابتن عصام بعد اذنك، ما ينفعش في المباريات الحساسه دلوقتي اللي اصبح طرفها الاهلي مع الزمالك ومعظمها دلوقتي مع انديه مهدده بالهبوط، اجيب مساعد عمره مباريتين في الدوري الممتاز؟ يعني اين الخبرات واين المساعدين الدوليين؟ بالظبط كده يا كابتن محمد. واحنا لما بنقول الكلام ده يا كابتن محمد مش معناه لان في بعض الاخوه والزملاء في لجنه الحكام بيزعلوا مني انا شخصيا، لان انا بقول نصيحه، لان انا من هذه الاسره ويهمني ان يكون التحكيم دايما بخير ودايما في المستوى. انا قلت ان مباراه الاهلي والزمالك عليه تحت المجهر، يعني بتتلعب تحت ضغوط، الملايين كلها بتتفرج عليها، الملايين ضغوط جماهيريه واعلاميه فيجب ان احنا نجيب في التوقيت ده بالذات، لان التوقيت ده عصيب الحقيقه، خلينا نتكلم بامانه، وان الحكام تحت ضغوط غير عاديه، فيجب ان يكون الحكام اللي هيديروا هذه المباراه يكونوا متدربين على هذه الضغوط، عندهم خبرات مواجهه الضغوط، لعبوا تحت هذه الضغوط مرارا وتكرارا. ليه؟ لان واحد لسه تاني ماتش ويمكن الماتش اللي لعبه قبل كده يمكن ما يكونش الاهلي والزمالك، واجيب مباراه صعبه زي دي، صعبه جدا. القصه كانت في مباراه الاهلي والانتاج، مظبوط، في مساعد لاول مره بيلعب في الدوري الممتاز، يعني صعب جدا. يعني المساعد اللي هو حسب الاوفسايد على دومينيك، نمره 2 على ما اعتقد هو اللي هو حسب الكره يا كابتن، لما كان جده ودومينيك رايحين للجول كان جده اوفسايد ودومينيك ما كانش اوفسايد، ودومينيك هو اللي استلم الكره. يعني وحتى المساعد يعني المساعدين برضه ما لعبوش بالشكل، يعني واحد ما لعبش خالص وواحد لعب. ما ينفعش ان انا ادفع بوجوه جديده في المباريات الحساسه. انا الحقيقه بوجه نصيحه ومن القلب اللي هو عصام صيام، وبقول له حتى لو هو الحقيقه
يعني انا بالنسبه له يمكن شيء يعني هم بعديني تماما عن التحكيم المصري. انا مش زعلان من هذا البعد لان ده يشرفني الحقيقه ان انا بعيش في هذا التوقيت، لكن انا بقول له نصيحه من القلب لان انا من هذه الاسره. يجب ان الاختيار يكون دقيق، ويجب ان ما حدش يتدخل في تعيينات الحكام، مظبوط. ويجب ان اللجنه تكون قويه، لان بدون القوه وبدون ان احنا نكون اسره واحده عمرنا ما هنتقدم، وهيفضل التحكيم مهان بشكل كبير. ده رايي وبقوله والله واجري على الله. وانا معاك. وفي نقطه برضو، يعني احنا لما تابعنا الحكام المجريين اللي جم الاسبوع قبل الماضي، واحد منهم حكم مباراه الجونه مع الاتحاد والتاني حكم مباراه الاهلي مع وادي دجله. يعني انا ما شفتش ان هو اعلى من حكامنا كتير. يعني انا الاثنين بس كان فيهم ميزه، هي التواجد جنب الكره، هي دي كانت الميزه. لكن كفوارق كبيره بيننا وبين حكامنا لا، ما فيش كتير كابتن عصام. لا اتفق معاك يا محمد، فعلا الحكامين المجريين كانوا اقل من مستوى حكامنا، وبقولها لك بكل امانه اقل من مستوى حكامنا. هي اللي ناقصنا ايه يا محمد؟ الثقه. ان احنا يكون عندنا ثقه في حكامنا. بالظبط. لان مثلا موضوع زي موضوع الجونه والزمالك وتغيير ياسر محمود ومحمد فاروق، ده بيفقد احنا اللي بنفقد الثقه في حكامنا وبنخلي الاخرين يفقدوا الثقه فيه. ياسر محمود اتغير في مباراه الزمالك والمقاولين. يعني دي انا الحقيقه ما اعرف. ما هو كان ياسر محمود وتم تعيين مدحت عبد العزيز ليله المباراه. لا، لكن انا اللي بكلمك عنه مباراه الجونه والزمالك. مباراه الجونه والزمالك كان محمد فاروق كان ياسر محمود الاول، وبعد كده اتغير بقى محمد فاروق، بعد كده اتغير بقى مجري. فيعني دي بتفقد هيبه التحكيم، بتفقد ثقه الحكام في انفسهم وثقه الاخرين فيهم. طب هل انت يا كابتن عصام، اسمح لي اسالك سؤال هنا، هل انت يعني لو انت يعني في يوم من الايام ان شاء الله ربنا يكرمك تبقى رئيس لجنه حكام، هل انت مع اعلان اسم الحكام، ولا ان اسم الحكام يفضل لغايه قبل المباراه بساعتين ثلاثه بيتعرف؟ ما هو القصه كل حديثنا يا استاذ محمد اننا عاوزين نعمل كيان قوي للتحكيم. يعني انا لو كنت الحقيقه مكان لجنه الحكام وعينت ياسر محمود في البدايه في ماتش الزمالك والجونه، مهما حصل مش هغيره، لان لو غيرته انا بعمل كسر وفخ كبير للحكام ولجنه الحكام، لان بعد كده المصداقيه هتكون صعبه قوي من الاخرين. صح. انا بكلمك بكل امانه، كلامك صح، حد يزعل مني. لا. احنا بنعمل للصالح العام، ويعني انا لا ليا هدف، وانا بعلن اهو لا ارغب ان اكون رئيس لجنه الحكام على الاطلاق في هذا التوقيت بالذات، لان هذا التوقيت لا يساعد على النجاح بالمره. اكيد. كابتن عصام عبد الفتاح، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن على هذه الايضاحات.